أسلفنا الحديث في أن الشيخ الطوسي كان قد انتقل من بغداد إلى النجف في منتصف القرن الخامس الهجري. انتقل إليها لاجئا من الحالة التي دهمت بغداد وأضرت بواقعها الحضاري والعلمي والديني، وهي حالة الفتنة الطائفية. نعم، لذلك وجب علينا أن نلتفت إلى الحديث عن النجف الأشرف. النجف المدينة التاريخية الكبيرة، والنجف الحاضرة التي لم تغب منذ صدر الإسلام، منذ أن اتخذ أمير المؤمنين علي عليه السلام الكوفة عاصمة للدولة الإسلامية. والكوفة كما تعلمون هي جوار النجف، والنجف جوار الكوفة، بل كانت النجف تسمى ظهر الكوفة، من أسمائها أنها ظهر الكوفة. لذلك فليس غريبا أن تمتد الكوفة بمدرستها الدينية والعلمية بالنجف، لأن الكوفة قد طبعت بطابع علي عليه السلام منذ اتخاذها عاصمة عام 36 للهجرة. نعم، كانت الكوفة في هذه الحالة هي عاصمة الإسلام، وليست عاصمة مذهب خاص يسمى التشيع. وبقيت الكوفة على تلك الوتيرة ممتدة بالنجف الأشرف. النجف هي عاصمة الدين الإسلامي، وعاصمة الفقه الإسلامي، وعاصمة الفكر الإسلامي. عندما اتخذها الطوسي ثم من تلاه من العلماء حتى نصل إلى عصرنا الحاضر، طيلة أكثر من 1000 عام بقيت النجف عاصمة للعلوم الإسلامية، العلوم الإسلامية المختلفة، مثل علوم الفقه وعلوم أصول الفقه وعلوم العربية التي هي علوم مساعدة أولية في فهم النص الشرعي، إلى علوم الحكمة والفلسفة والمنطق وعلوم النظرية الإسلامية.